كيف كان عليه الصلاة والسلام يغذي؟ في رسالته صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل يغذيه بابن له مات، قال عليه الصلاة والسلام من محمد رسول الله إلى معاذ بن جبل: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر ورزقنا وإياك الشكر. ثم إن أنفسنا وأهلينا وموالينا من مواهب الله السنية وعوارفه المستودعة نمتع بها إلى أجل معدود وتقبض لوقت معلوم، ثم افترض علينا الشكر إذا أعطى والصبر إذا ابتلى، وكان ابنك من مواهب الله الهنية وعوارفه المستودعة، متعك به في غبطة وسرور وقبضه منك بأجر كثير. الصلاة والرحمة والهدى إن صبرت واحتسبت، فلا تجمعن عليك يا معاذ خصلتين: أن يحبط جزعك صبرك فتندم على ما فاتك، فلو قدمت على ثواب مصيبتك قد أطعت ربك وتنجزت موعوده، عرفت أن المصيبة قد قصرت عنه، واعلم أن الجزع لا يرد ميتا ولا يدفع حزنا، فأحسن الجزاء وتنجز الموعود ليذهب أسفك ما هو نازل بك، فكن قد